أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: المجلس العلمي الأعلى يحدد مقدار زكاة الفطر لعام 1444 هجرية الموافق ل 2023 ميلادية. لكن قبل البدء رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشجيعنا بلايك لكي تتوصلوا بكل جديد الأخبار المغربية. أعلن المجلس العلمي الأعلى بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1444 هجرية الموافق ل 2023 ميلادية، بأن الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبا من الحبوب أو الدقيق. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى 3 أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقدا بالدرهم لمن يود ذلك ويريده. وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أن هذه القيمة تم تحديدها هذه السنة 1444 هجرية في مبلغ 20 درهم، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وذكر المجلس بأنه من المعلوم تعبدا وتقربا إلى الله تعالى أن زكاة الفطر صدقة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي بذلك قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل نهاية شهر رمضان من كل عام، يبتغون عند الله فضلها ويرجون عنده سبحانه أجرها وثوابها. تقبل الله منا ومنكم أجر الصيام، وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.